السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، ازيكم يا جماعة؟ عاملين ايه؟ عمر تليفون تاش اللايك والاشتراك في القناة وتفعيل الجرس عشان يوصل لكم كل جديد احنا بنعمله. طبعا قبل ما نبدأ أي حاجة لازم تصلوا على النبي، وعايز أقول لكم إن أنتوا وحشتونا جدا، وكل الناس اللي بتكتب لي في الكومنتات أنتوا وحشتونا، ليه ما بتطلعوش فيديوهات؟ ليه ما بتعمليش فيديوهات؟ والله العظيم يا إخواتي دي بتبقى ظروف، وادعوا لنا ربنا يكرمنا إن شاء الله، هنعمل فيديوهات وهتشوفونا بحاجات جديدة. احنا ما نقدرش انتظرونا، نغيب احنا عليكم مش جايين وان طبعا شاء يا الله. حبايبي دي فيديو بقى مشتريات. اتكلموا انتوا بتاعتكم. كنت عايز اتكلم امينه، بصوا كل حاجه تقاطعني، بصوا عشان تقولوا انت اللي بتقاطع امينه، امينه اللي بتقاطعاني. طبعا يا اخواتي انا عايز اقول لكم ان انتوا وحشنا جدا جدا، والنهارده بقى انا والبت امينه خدتها ورحنا ايه كده، رحنا هايبر انا وهي 2 صلانسيه كده و2 عناب بالكركريه، خدتها وقلت لها تعالي زي نجيب مشتريات ايه، يعني مشتريات البيت وكده. حاجات بسيطه حاجات بسيطه على قدينا. هوريكم الحمد برضو لله يعني. وهوريكم كل حاجه، بس اول حاجه تصلوا على النبي وتحطوا اللايك يا حبايبي، عشان اللايك بيعلي الفيديو. طبعا بقى يا جماعه انا ما كانش عندي زيت، بدل ما اجيب ازايز زيت صغيره قلت اجيب ازازه ايه كبيره 3 احسن لتر. يعني دي احسن ليه بقى؟ جبتها بصوا يا حبايبي زيت حلوه، زيت شمس زيت حلوه. وطبعا بقى الجبن هوريكم الجبن حبايبي، هوريكم كل حاجه، بس قبل اي حاجه تحطوا اللايك. بالله عليكم يا اخواتي اللي بيحبنا واللي عايزنا نكمل ونفضل معاكم، حطوا لنا اللايك الجميل واتفرجوا للفيديو للاخر، عشان في الاخر في مفاجاه انا عاملها لبنت امينه مش هوريها الا في اخر الفيديو. ماشي لما نشوف. على مهلك سوق على مهلك. بصوا ده لانشون اهو، وده طبعا جبنه رومي، ودي علبه الجبنه مش هنفتحها بقى طبعا. استنى اوريهم النبي افتحها بالفلفل والزيتون مقفوله يا حبيبي. بالفلفل والزيتون بصوا دي طعمها تحفه، جربتها عند حماتي عجبتني فعشان كده جبتها. طبعا بقى ايه، بصوا بقى هنا في ايه على مهلي. هنا بقى قولوا لي في ايه، اللي يعرف في الكومنت يكتب يقول لي ده ايه اللي فيه ده. بصوا بقى اوبا ده بقى عارفه ده ايه يا بنتي امينه؟ بصوا بقى كيف البطاطس عامل ازاي. شايفين يا حبايبي؟ كل يقول شايفين. وطبعا بقى يا حبايبي ده غني عن التعريف، ده هينفعني مدى الحياه. هيقعد معايا فتره طويله ده. طبعا ده انا جبت عشان خاطر ايه ما اجيبش اريال خالص، وعشان تقعد تقول لي انت ما تجيبليش ما بتعمليش. لا هو يا ست امينه جبت لك بتاع عشان تغسلي هدوم وتخليها لي يطلع كده. انا على طول بغسلها وبخليها نضيفه. والله ما بخليهاش نضيفه، ده بتبقى نضيفه. بصوا بقى هنا صح يا حبايبي، باركوا لمحمد على الترنجات الجميله. بصوا الجمال. اقسم بالله هوريكم دلوقتي برضو، مش انا قلت لكم في مفاجاه، خليكم معانا الاكل. بصوا ده بقى البتاع ده ستريبس دجاج. ستريبس احنا بنحب النوع ده، بيبقى جميل، وانا بحمره بيبقى جميل في التحمير وبيبقى سريع، يعني اكله تبقى سريعه كده، اكله سريعه بصراحه، وبينفع في الفريزر يعني لو في حاجات تاني طبعا. نعمل على طول اهو طبعا ايه بقى رز؟ لا مكرونات. ده رز باين مكرونات لو ما جبناش لازم تمسكيه. ماشي. رز الفلفل انا عندي كتير. الشعريه ده مكرونه. بصوا ده مكرونه برضو. مكرونه يا حبايبي كتير. ولسان عصفور. دلعت البت امين. ولسان عصفور تاني ومكرونه تحمير تاني اهم يا حبايبي. وريني هنا في ايه؟ ثواني امينه مستعجله عايزه تطلع كل حاجه، ما بالراحه يعني. ماشي. بس ما قلتوش عليكم بالترنجايه الجميل. ودي طبعا مكرونه سباكيتي. ودي مكرونه برضو في سباكيتي. ودي مكرونه برضو في الايه، بس خايف الحاجات دي تقع. فواتح. لا بصوا المكرونه. ودي اقلام عشان مكرونه بشاميل، عشان انا بنحب المكرونه الاقلام والطويله، يعني الحاجات اللي احنا بنحبها بنجيبها. حاجات في البيت تنفع يا حبايبي. الصراحه انا ما جبناش بقى، عايز اقول لكم يعني في ناس هتقول لي طب انت ما جبتش شوكولاتات ولا جبت بيبسيات ولا عصيرات. المره الجايه بقى ان دي حاجات ايه، ده اهم حاجه، ده ايه خزين البيت. ما ينفعش البيت ما يبقاش فيه الحاجات دي، لو البيت ما فيهوش الحاجات دي يبقى ما اسموش بيت، يبقى اسمه ايه خرابه. فاحنا بنجيب الاساسيات طبعا، والحاجات اللي احنا بناكلها حاجات كتير برضه. ادعوا لي ربنا يفرجها عليا ويوسع عليا من وسع، وانا هجيبه، مش هخلي بيتي محتاج اي حاجه. انا يعني بحب مثلا ايه، طول ما بيتي كده مبسوط انا ابقى مبسوط، ومراتي تبقى مبسوطه، الحمد لله نبقى مبسوطين، وربنا ما يدخل ما بيننا اي حاجه وحشه، ويبعد عننا والناس ولاد الحرام،
ويخليها ليا يا رب، ويخلينا لبعض ويكرمنا كده بالذريه الصالحه. وكل اخواتي اللي بيحبونا يا ريت تدعوا لنا يكتبوا لنا في الكومنتات كده بالذريه الصالحه. وعايز اقول لكل اخواتي ان احنا بنفتح على التيك توك يا اخواتي، اللي بيحبنا طبعا يروح يتفرج علينا، بنعمل لايفات جامده، بنعمل تحديات بقى وبنعمل حاجات جامده قوي. كملي يا امينه عشان انا قطعتك. ها لا يا حبيبي، قبل ما اروح اجيب الايه اللي انا كنت عايز اوريه لكم. يلا بص يا حبايبي، طبعا زي ما انتم شايفين جبت بقى اللحوم، لان ايه اللحوم بتنفع برضو في البيت. جبت ده كيلو لحمه مفرومه اهو زي ما انتم شايفين اهو. وجبت اللحمه دي برضو، بصوا دي لحمه ايه، استنى عشان ايه كاتبه صافي لون مكتوب عليها كده. بصوا برضو ده كيلو شايفين. دي بقى حته جامده دي نبقى نعملها مع بعض برضو يا حبايبي واحنا بنعمل الغدا. اوريكم كل حاجه واقول لكم لحمه هايبر بصراحه احنا جربناها قبل كده تحفه، فهي لحمه هايبر لا يعلى عليها بصراحه. وبرضو جبت لحمه تاني اهو محمد جه اهو. برضو جبت لحمه تاني اهو يا حبايبي. يعني بصوا دي اللحمه دي بقى انا عايز اقول لكم حاجه عشان تسمع البنت. اللحمه دي خرط. عارفين اللحمه الخرط دي اللي هي متخرطه بتبقى لحمه هايبر يعني. لا مش ملبسه، دي لحمه احمر اهي. ايوه هي خرط ملبسه. لا الملبسه دي شايف العروق اللي جوه دي هو ده الملبس. بصوا اللحمه عامله ازاي، اللهم صل على النبي. لحمه هايبر يا اخواتي لا تعلى عليها. بتبقى في نظافتها. عارفه عايزين اقول لكم حاجه، اقسم بالله ما بتاخد سوا. انا بشوف امي ولا بشوف امينه ما بتعملها ما بتاخدش سوا خالص خالص خالص. ايوه فعلا. بتتعمل على طول كده وبتتاكل، بتبقى ايه سكر وعسل. الناس اللي بتروح هايبر تكتب لنا في الكومنتات روح هايبر، عشان احنا كل يومين 3 4 ايام 5 ايام بتقولوا في هايبر. بنروح مع ابو محمد مع الشبح، بروح انا وامينه. بنروح بقى ايه بنقعد هناك بره عند هايبر كده في حاجات. نقعد نشرب عصير، نشرب بيبس، نشرب شاي، ممكن ناكل من المحلات اللي تحت. تبقى جو جميل. واكتوبر طبعا انتوا عارفين لا يعلى على اكتوبر طبعا يعني. يا حبايبي اللحمه دي هتتحط بقى في الفريزر عشان ايه نبقى نعمل مع بعض الغدا. كل ما اعمل لحمه ابقى اوريكم برضو، مش هغيب عليكم هوريكم كل حاجه. طبعا لا البنت امينه الصراحه بقت بتعمل الاكل جميل، بقت بتشيل على الحاجه وبتحافظ الحاجه. هي بقت شاطره كده، بقت مدحدحه. وريهم بقى المفاجاه. عايزين تشوفوا ده هدومي. انا عارفه اوريهم مفاجاه. من قيمه يومين البنت امينه قالت لي انا هجيب لك ترنج يا واد يا محمد عشان عيد جوازنا. امتى؟ مش هجيب لك ترنج، هجيب لك هديه بقى. لا المفروض تجيبيه. ما انت تجيبه. ماشي يا اخواتي. وكل الناس تقول لنا ان احنا عيد جوازنا بعد 3 ايام يوم 24/11. كله ينزل يكتب لنا الف مبروك وعقبال يا رب مليون سنه نبقى مع بعضينا يا بنتي امينه. وان شاء الله هنعمل فيديو وهنعمل حفله رسميه من رئيس الجمهوريه. واخدين ختم من رئيس الجمهوريه اللي احنا هنعمل حفله ضرب نار. انتظرونا عشان احنا مش جايين. انا قلت بقى ايه اوريكم الحاجه اللي انا ايه جايبها. الصراحه انا نزلت جبت 3 ترنجات بتوع الشتاء وكده، ده واحد منهم. وجاب واحد ابيض. وجبت واحد ابيض بس كنت لابسه وتوسخ. بس طبعا يا اخواتي التليفون طلع واحنا بنكمل الفيديو والحمد لله. ختمنا الفيديو مع نفسي. وربنا ختمت الفيديو ورجعت وعملت وفكرت ان هو يلد بصور ولا ما لقيتوش بيصور. فطبعا انا عايز اشكركم، ويا ريت يا ريت كل اللي بيحبني يكتب لنا كلمه حلوه من قلبه ودعوه حلوه من قلبه كده. وانتظرونا في الحاجات الجديده اللي لسه ان شاء الله بامر الله هتشوفوها عندنا، وهتشوفوا في حاجات جديده انتوا ما شفتوهاش بامر الله كده. شجعونا بالكومنتات الحلوه وباللايكات الجميله. وعايز اقول لكم السلام عليكم. اذا كان عجبكم الفيديو ما تنسوناش في اللايك والشير والسبسكرايب. والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته. باي.